نمرة 3 بقى، أنا تكلمت الجمعة الماضية عن مصيبة اليوم واليوم وأمس. السعودية قامت بحربها الضروس. أنا أحاول أسيطر على أعصابي قدر الإمكان. السعودية دولة هي معاوية بن أبي سفيان، دولة الرشوة. معاوية بن أبي سفيان جاب عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رشاه وقعدوا جنب. يعني عقيل أخو علي الكبير صار من حزب معاوية بالفلوس. بعض الشيعة دلوقتي زعلانين طبعا هيزعلوا قوي، انما دي الحقيقة، لأن علي ما بيوزعش فلوس، علي بتاع ربنا. لما عقيل طلب منه فلوس جاب له جمرة وحرق له جزءا منه، فقال له بتعمل؟ قال له انت عايز نروح جهنم عشانك؟ راح معاوية قال له تعالى، جابوا برشاد. المدرسة دي بقى هي مدرسة السعودية العربية، مدرسة حكام ولاد عبد العزيز آل سعود، مدرسة في الرشوة. أدخن أنف يجيبوا له أرض للفلوس. ده الكلام مش من عندي. باراك أوباما لما بقى رئيس وحصل المصيبة بتاعت 2008 رجع لمين؟ لعبد الله بن عبد العزيز في لندن، اللي هي الدول ال20 لما بدأوا يجمعوا تبرعات أو فلوس، حط له 20 مليار، عمل له ركوع. إيه تاني؟ تحية. ولو كان خلاهم 40 كان سجن. الشعب الأمريكي إزاي تعمل كده؟ إزاي؟ الراجل مصلحته خلص ب20 مليار، رجع واحترم الراجل، قال 20 مليار ممتاز. السيسي بايع من زمان. انتوا عارفين السيسي عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي المرأة العاهرة اللي هي بتبقى في حضن عاهر. مرأة عاهرة في حضن زاني، فتقول للعاهر اوعى تنام مع فلانة لأنها عاهرة. دي الحقيقة. عاهر وبيقول عاهرة بتقول اوعى تنام مع فلانة لأنها عاهرة. بيتكلم عن الشرعية. شرعية ايه يا عاهر؟ انت وحكومتك. ما محمد مرسي كان بتاع الشرعية، أطحت بيه. مفيش حد قال حاجة في الشرعية. الشعب عايز كده. وانت وزير دفاع خائن، هنقول مش خنت عشان الشعب بيقول لك مشيهم، لكن حسبتها لحساب نفسك. قلت لك العهرة اللي بتقول ما تنامش معه، يقول لك احنا انضمينا للحلف السعودي ب30 مليار. الغريب بعض الناس اللي بتسمعني الآن يقولوا ليه حرام عليك على السيسي. أنا لا بيهمني سيسي ولا غير سيسي، وأدخل رئيس في الدنيا غير محترم أعلنها تحت حذائي. أنا من موقعي هنا ناديت الشعب المصري ألا يعود حتى يخرج الإخوان المسلمون من السلطة، ومن هنا شكرت السيسي لأنه أطاح بالإخوان ولم أزل. لكن أن تكون عاهرة وتتكلم عن الأخلاق غير مسموح. السعودية تعطيك 30 والخليج يعطيك 30 مليار بليون دولار. لماذا؟ لله؟ لا. فلذلك تعالى يجي باكستان بتفكر، بس باكستان بتفكر تيجي. المغرب طبعا ملكية وملكية، المغرب موجود والمغرب ما عندهاش جيش أصلا. طيب الأردن كله رشاوى ادفع، وأمريكا قالت ما عندناش مشكلة. ما هو كله بيدفع، السعودية بتدفع. كل ده لماذا؟ كثير ممن يسمعونني الآن لا يعرفون تاريخ اليمن. نحن لا نعرف الأخلاق. أنا سأعطيكم أمثلة على أن السعودية دي أفجر دولة في العالم باسم الإسلام.
أفجر، هي الفجر نفسه. حكامهم هم زبالة الخلائق. كل ما ترونه من دمار لهذه الأمة سبب السعودية العربية ونظامها الوهابي. لماذا أقول ذلك؟ أنا أنتحر. لماذا أقول ذلك؟ عندما صدام حسين ضرب الكويت، ضرب إيران، كانوا لا يقولون إن إيران، إن العراق بدأت الحرب على إيران. وكان الخميني المسكين، وأنا كنت ضده ولم أزل أعني الخميني، وكان شيخ ضده. كان الخميني يرفض أي صلح مع صدام حسين حتى يجيب من يأتون للصلح على أسئلة ثلاثة منها: من بدأ الحرب؟ من بدأ الحرب؟ ويصرون إن إيران هي اللي بدأت، مع إن كل الناس تعرف. لما إجا صدام حسين خد الكويت واحتل الكويت وبلعها، كل الأبواق الإعلامية قالت ماذا؟ قالت الخميني المظلوم وإيران اللي طول عمره فاجر هو الذي بدأ الحرب مع من؟ مع إيران. أرأيتم لا دين ولا قيم. سأعرفكم السعودية العربية هذه. السعودية العربية، أنا أعرف أن كلامي هذا يكلفني على مستوى بلدي مصر الكثير، ويكلفني الكثير على مستوى السعودية العربية، لكن نحن نهايتنا يعني قريبة. نحن راحلون إلى ربنا. كم سنعيش؟ ومتى سنقول الحق؟ خلاص الظلم تفشى، ولا أحد يتكلم الحق من أجل المصالح للجيوب. كل واحد خايف على جيبه والنتائج اللي هتحصل لها. لا وألف لا، والله أفقد عمري وأقول الحق. تصوروا أيام الملكية، كثير منكم لا يعرفون، اليمن حكمت تقريبا 11 قرن، حوالي 1100 سنة بالزيدية. 1100 سنة كانت اليمن تحكم بالحوثيين، يعني اللي هم الزيدية، يعني هو منسوبين للحوثيين لكن هم زيدية. 1100 سنة، 11 قرن، من 284 هجرية لحد بما يعادل 1962 لما سقط آخر النظام الملكي. عبد الناصر كان يدعم الثورة اليمنية اللي عملها عبد الله السلام، وكانت السعودية العربية تدعم الملكية الزيدية. يعني كان عبد الناصر مع الثورة على النظام الملكي وإسقاطه، بعد ما طلع عبد الله السلال اللي هو كان مفروض رئيس وزراء أو قائد جيش عند الزيدية، أو ابن الراجل اللي هو الملك الأخير الإمام يحيى ولا اسمه أحمد. كان عبد الله السلال ده رئيس أركان، انقلب على الابن بعد 8 أشهر وأقالوا. السعودية والخليج كانوا مع الملك، وكان عبد الناصر مع السلام، سموها الثورة اللي هي أعلنوا فيها الجمهورية. مضى الزمن، حصل اتقتل ده ويجي، ولا هو كان موجود في العراق عمل عليه انقلاب ويجي واحد ورا الثاني، وكل يوم الثاني يحصل ده يتقتل وده يتقتل وتفجيرات، لحد ما جاء علي عبد الله صالح سنة 78. لما علي عبد الله صالح كان أصبحت اليمن يمنين، يمن الجنوب اشتراكي شيوعي، ويمن الشمال اللي هو يعني رأسمالي أو أكثر مرونة، متدين حتى أكثر. وبعدين يجوا يعملوا وحدة سنة 90 وسنة 94 انهارت الوحدة بين اليمنيين، بين الشمال والجنوب. لما انهارت الوحدة، السعودية كانت واقفة مع مين؟ كانت واقفة مع الجنوبيين الشيوعيين الاشتراكيين.
في دين يا جماعة؟ طيب المواقف بتتولد في مبدأ، انت عندك مبدأ، عندك اخلاق، انضلت مجموعة من العهر السياسي الاصيل، لا مبادئ لا قيم، لا تعرف متى يقف. طب المرة دي بقى الحوثيين او الزيود الزيدية بيمثلوا في اليمن حوالي ما بين 30 35 40%، ما بين 30 ل 40% من الشعب اليمني. طبيعي جدا ان هم يكون لهم قوة اكثر من اي قطاع اخر في اليمن، ومع ذلك ليس هذا موضوعنا. هل يجوز ان تتدخل انت بالضرب بالطيران تحت اي مسمى بالمعايير؟ بشار الاسد هو الرئيس الشرعي لفين؟ لسوريا. بشار قال لايران تعالي ساعديني، وقال لحزب الله، وما قالش الكلام ده الا بعد امتى؟ لما كل السعوديه والخليج وقطر وتركيا كل دول كانوا بيدعموا المعارضه اللي هم جايين من جميع انحاء العالم. الراجل استنجد كرئيس شرعي بحد يحميه، جاب حلفاء الايرانيين وحزب الله. طبيعي. هل كل المطالبه على ايران ان تخرج من سوريا؟ طيب هم بيقولوا احنا ضربنا الحوثيين لان احنا استجبنا للرئيس الشرعي. طيب سوريا هذا رئيسها الشرعي، اي معيار تحتكمون اليه؟ والله العواهر اشرف من هؤلاء، لكن هم مين؟ ما هو قدوتهم معاوية. اذا الملك السعودي والملوك السعوديين هم قدوتهم معاوية، وانا قلت لكم رايي في معاوية ايه؟ ان لو ربنا احال علي امر معاوية اعمل له ديليت، امسحه، لان حتى ما يستاهلش. هذا راجل ما عندوش معايير للاخلاق، مفيش اخلاق، راجل يقول لك انا ما عنديش دين. السعوديين بقى المشكله يمكن معاوية كان اشرف. ليه؟ معاوية كان بيقول لك انا بتاع دين، انا قاتلتكم لاحكمكم، لم اقاتلكم لا لتصلوا ولا لتصوموا ولا انتم تعملوا الكلام ده، انما قاتلتكم لاتامر عليكم. عنده شرف. انما هؤلاء لا، ده يقاتلوا. خد بالك بقى، علماء المسلمين، مجلس القرضاوي قال لك الضربه صحيحه، كبار علماء السعوديه الضربه صحيحه، كل السنة بيقولوا الضربة صحيحة. وأنا للمرة ال20 أنا ضد إيران وضد الأسلوب الذي يحكمون به الذي يضيق على الحريات، هذا رأيي. لكن أنا أناقش المبادئ. لو أن السعودية والمرتشين الذين رشدهم أجمعين من أمريكا وانت نازل ساعدوا الهادي واليمنيين بمعدات ما في مشكلة. ليه؟ ايران بتساعد الحوثيين ماشي، وانت بتساعد يمنيين في بعض، اخري اديك سلاح خلاص، وانتوا يمنيين في بعض، الله معاكم، الله مع اليمنيين. لكن انت تدخل لا قانون دولي. طبعا امريكا تتكلم ايه؟ ما امريكا هي العهر السياسي نفسه. ما هي امريكا ضربت العراق بدون قرار من الامم المتحده، ويقول لك يطالبوا الامم المتحده، الامم المتحده بالفصل السابع، الفصل السابع دي في النزاعات بين الدول، انما نزاعات داخليه عايز تستخدم الفصل السابع وتجيب الدول من اجل ان انت تضرب قطاع من الشعب. لا قيم، لا مبادئ. احتارت عقولنا مع هؤلاء الذين يستخدمون الدين والظلم والمال، وكل هذا سببه واحد بس، ان الزيديه فيهم ريحه علي بن ابي طالب. انها في الحقيقه حرب على علي وفاطمه والحسن والحسين. لابد ان توضح، لابد ان يعرف كل الناس ان هذه حرب على آل محمد. كل من يذكر آل محمد يجب ان يحصى. سوريا لان فيها شمة آل محمد، حزب الله في شمة آل محمد، ايران فيها شمة آل محمد، العراق فيها شمة آل محمد. لماذا انتم حاقدون على
بينكم. لماذا أنتم في حرب مع علي؟ إن الحرب هذه الأيام يجب إيران ضعيفة لا تستطيع، لكن خلاص الفرس يدخلوا. أنا يحكمني فارسي خير من أن يحكمني عربي بدوي جاهل بوال على عقبيه يتحكم في الأمة بالمال الذي أعطاه الله من تحت الأرض. هؤلاء البوالون على أعقابهم يريدون أن يحكموا العالم بأموالهم من الكبير إلى الصغير. المال، الرشاوى للعلماء، الرشاوى للحكام، الرشاوى إلى النار. انظروا إلى إعلامنا في كل مكان، إعلام لا قيم لا مبادئ لا قوانين. إنني أشعر أن نحن في حاجة إلى الإمام المهدي أن يخرج أو أن يرسله الله لنا ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. إنه من آل محمد يا حكام السعودية يا بلطجية يا رشيد. أنتم سيأتي ابن محمد ليؤدبكم يوما ما. ابن محمد سواء على رأي الشيعة ولد وسيخرج أو على رأي السنة أنه سيخرج وسيولد لاحقا، لكن للأسف إنه سيكون ابن محمد وسيكون ابن علي وسيكون ابن فاطمة من هذا البيت العظيم ليعيد صياغة الدنيا وصياغة التاريخ حسب ما أراده الله ورسوله الإسلام الحقيقي. وسيؤدب حكام السعودية وسيؤدب الإعلام المصري الفاسد وسيؤدب السيسي ومن والاه وسيؤدب عبد الله الهاشمي ومن والاه وسيؤدب أردوغان ومن والاه وسيؤدب ملوك المغرب ومن والاه. سيؤدبهم جميعا. هؤلاء بعضهم ينتسب إلى البيت العظيم بيت محمد ظلما وزورا، إنما يجب أن ينتسبوا إلى أبي لهب ولا ينتسبون إلى أبي طالب ولا ينتسبون إلى علي بن أبي طالب ولا إلى الحسن ولا إلى الحسين. إنني أحاول أن أسيطر على مشاعري لأن هذا الظلم العظيم الذي نراه ولا نملك أن نفعل شيئا. ليس هناك دولة عظمى لتؤدب. أمريكا تغطي على السعودية بالرشاوى والسعودية تدعو لمن يضرب، والإعلام قناة الجزيرة القناة الفاسدة التي تدمر الفكر العربي كله تدمر هذه القناة. جورج بوش أخطأ حين لم يضربها، كان يجب سحق هذه القناة وإزالتها لأنها قناة مدمرة، قناة فاسدة لها توجه، هي التي تحشد ليل نهار لضرب كأن الحوثي، لكنها لم تفعل شيئا يوم قال البحرينيون لا. البحرينيون لأنهم شيعة أغلبية عندما انتفضوا وضربهم درع الجزيرة لم تقف قناة الجزيرة معهم. لا أدري هل آل محمد كتب عليهم التشريع والتطريد والبهدلة ليل نهار منذ فجر التاريخ، منذ أن سحق علي، منذ أن أطيح به يوم أن عينه رسول الله وتم التآمر عليه وإبعاده. ظل علي وآل محمد ومن تبعهم ومن أحبهم إلى اليوم مبهدلون، مشردون، مطاردون، معذبون، تحاك ضدهم المؤامرات والدعايات الكاذبة. ولكننا سنحب آل محمد وسننتظر إمامنا الذي سيأتي